قالت اختار بيني وبين امك. محمد الحويان الشراري يتزوج وهو كان وحيد امه، وامه كبيره بالعمر ومريضه، وزوجته هي اللي عند امها على طول تسوي العشاء والغداء وتقومها وتجلسها. الوتساد ملت زوجته من هالموال وفضت لها. بعد مده قابل اخوها وقال اخوها اختي تقول اختار بيني وبين امك، اذا هي ترجع البيت هالحالها ترجع، اما اذا هي عند امك لا والله ما هي راجعه. قال اصبر علي شوي واعطيك الرد. كتب ابيات وقال علمت ملهوف الحشا مرسل اللي رسالة تدعيني اصخر بفرقاه، ان كان ما صيد الحبيب تغلي روح انت يا المرسول طسنت وياه. هذه عجوزي ما لها غير ظلي ولا الغضي وندور الظل، يلقاه 3 سنين ودرها سقم تلي، واركب على المتنين واقول يا امي اللي شافت خيالي تهلي، ولا الغضي وان شاف زولي تحلاه لها علي يدين، واليوم حلني ان قصر القاطع عن الدين موفاه. اخذ القصيدة اخوها وسمعها اياها ورجعت على طول وقالت والله يا محمد لو جاني رد غير هالرد ان ماني راجعه، لكن اسال الله انه يرزقني بالولد اللي مثلك.